السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي. في قناتنا بندور كل يوم على الجديد في عالم التطبيقات واللي بيوفر وقت ومجهود عليك. مش محتاج تتعب نفسك، كفاية تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك شرح الأحدث التطبيقات المحلية والعالمية لتغيير استخدامك لتليفونك. تطبيق النهاردة يا جماعة تطبيقنا باسمه اكسس باي. التطبيق ده يا جماعة عمليات التنزيل بتاعته هي 100,000 أو أكتر من 100,000 عملية تنزيل. سعة التخزين بتاعته هي 27 ميجا بايتس. التقييم بتاعه واخد 4/10. تقييم واخد 4 نجوم. فكرة التطبيق يا جماعة هي محفظة ذكية. التطبيق ده بيتيح ليك إدارة أموالك بكل سهولة من خلال التليفون. تقدر من خلاله تعمل دفع الفواتير وإرسال الفلوس واستقبال الأموال وبيدعم التطبيق ده بأنه بيوفر لك طريقة دفع سهلة وآمنة، سرعة وأمان. التطبيق ده وجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام. عيوب التطبيق ده يا جماعة انه بيعتمد اعتماد كلي على الاتصال بالانترنت، وبيتطلب دفع الكتروني. طبعا لان زي الدفع الالكتروني فده بيتطلب اتصال بالانترنت. الخصوصية ان التطبيق ده مخاوفه بشأن خصوص البيانات، خاصة ان هو بيتعلق بمعلومات الدفع. الميزات الإضافية للتطبيق ده يا جماعة ان بعض الميزات الإضافية متوفرة في التطبيق ده موجودة في مثلا في إمكانية الاستثمار أو الحصول على عروض خاصة. الآراء المستخدمين يا جماعة معظم الناس بتقول إنه تطبيق سهل في الاستخدام وآمن وبيوفر تجربة دفع مريحة. السلبية يا جماعة، الآراء السلبية إن بعض المستخدمين بيشتكوا من بعض المشكلات التقنية أو عدم توفير بعض المزايا وخدمات العملاء بتكون ضعيفة جدا. عايزة اقول لكم يا جماعة ان كمان بتاع البرنامج ده هو مهم. معرفة نوع البيانات اللي بيجب التطبيق ده وبيشاركها مع الأطراف الثالثة. مستوى أمان البيانات يجب انك انت تتحقق من الأمان اللي بيتخذه التطبيق لحماية بياناتك. بيعمل تسهيل المعاملات المالية وبيوفر لك طريقة سهلة وسريعة لإدارة أموالك ودفع فلوسك. بيساعد في التحول إلى المجتمع أقل اعتمادي على النقد. كمان عايزة أقول لكم يا جماعة إن هو يعتمد على احتياجاتك الشخصية، وده مفيد ليك لو كنت انت بتبحث عن طريقة سهلة وآمنة لإدارة أموالك ودفع فواتيرك. فاكسس ده يا جماعة خيار جيد تقدر ان انت تعتمد عليه. عايزة اقول لكم يا جماعة ان هو واخد الترتيب رقم 6 في فئة شؤون مالية. عايزاكم كمان يا جماعة تعرفوا ان احنا قناتنا هي المكان الوحيد للكلام عن التطبيقات بدون تحييز لأي تطبيق، وكل واحد في قناتنا هيقول تجربته الحقيقية في التعليقات. هنثبت تعليقه عشان الكل يستفيد من تجربته، سواء كانت تجربة إيجابية أو تجربة سلبية. هستنى تعليقكم لأن تعليقكم هيفيدنا وهيفيد غيركم كتير. استنوني في تطبيق جديد. مع السلامة.